مساء الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اشتاقيت لكم كلش هواية حبايب قلبي، رجعت وياكم فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال من رضاكم. حابة بهاي المناسبة الحلوة حابة اقول الف الف مبروك على الشعب العراقي، يا رب دوم النصر ودوم الفرحة بحق محمد وآل محمد. حابة أبارك للشعب العراقي بمناسبة الفوز وأخذ الكاس، يا ربي إن شاء الله من تقدم التقدم بحق محمد وآل محمد. فرحتونا صح، بهذا اليوم تعبنا كلش وأعصابنا تلفت، بس الحمد لله والشكر أخذنا الكاس. يعني أنا لحد الآن بلاعي تأذيني من وراء اللعبة، بس الحمد لله والشكر يا رب. بعدها هنا هاي العصرية قبل اللعبة عندي هنا كمية من الرمان، فبلشت فرطت الرمان بهاي الطريقة حتى أسويه بأكياس وأحتفظ بيه بالثلاجة. شو وقت ما أريد عصير رمان أطلع الكيس وأستخدمه. هاي مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. بعدها هنا اجيت عندي هاي الجرارات مال الميز أبو المراية، عندي كلش متهوسات وصايرات هوسة. فهنا سويت أول شغلة نزلتهم بالقاع حتى أشوف هاي الهوسة شنو. لو صدقون ايش قد ذبيت اشياء ما احتاجها. فمثل ما تشوفون هنا أنا بلشت امسح بيه، ابلله وبعدين امسح بالوصلة المبللة، راح امسحهن كلهن بهاي الطريقة مثل ما تشوفون وياكم حبايب قلبي. بنات كلش اعذروني وكلش اسفة على صوتي، بس بلاعيمي كلش وبلاونزة، بس ما قدرت انقطع عليكم لأن هواي بنات دا يراسلوني بالانستغرام يطالبون بتنزيل هذا الفيديو. هذا الفيديو أنا مصورته بس ما قدرت أمنتجه، بس قلت لازم يعني بعد هذا تعرفون يعني شتا وهذه، بس أكثر شي يعني صوتي من يوم اللعبة تعرفون يعني ما أخذنا الحماس وما أخذنا وشي حبنا لبلدنا، فأخذنا الحماس على اللعبة وهذه صدق يعني أعصابنا تلفت. بس الحمد لله والشكر بالتالي الله وأهل البيت ما قصروا ويانا، والحمد لله والشكر قدرنا نرفع اسم بلدنا، وإن شاء الله اسم بلدنا دوم مرفوع بحق محمد وآل محمد. فمثل ما تشوفون أني أمسح الجرار كل الزين وبعدها أفرش بيه هاي المفارش. فراح أمسح الجرارات كلهن وأفرش المفارش حتى أشوفكم حبايب قلبي. غايتي من الفيديو تتحفزون وتأخذون منه الطاقة الإيجابية. إذا وصلتوا وياي لهنا أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة حبايب، شجعوني حتى أتواصل وياكم وأستمر وياكم. يلا بنات شوفون همتكم، شاركوا الرابط مال قناتي بكل برامج التواصل الاجتماعي، خلي هاي القناة تكبر بوجودكم، وإن شاء الله تكبر بوجودكم يوم بعد يوم. من خلال هذا الفيديو حابة أشكر المتابعين الجدد، كل الهلا بكم حبايب قلبي، نورتوا القناة، كل الهلا بكم. القناة قناتكم وأنا بتكم، وإن شاء الله نكون أخوات وصديقات ونكون سند وحدة للثانية. فمثل ما تشوفون حبايب قلبي أنا قلت لكم غايتي أشجعكم بس. فبنات حابة أحكي بفد موضوع، خليكم أنتم ويا هذا التعزيل والتنظيف، وأنا حابة أحكي بفد شغلة شغلة كلش زعجتني وكلش قلقتني. شوفوا بعد ما كملت تنظيف وترتيب هذا الجرار الأول هنا سويته بس الزوجي، هنا تعرفون هو عنده ساعات كلش هواية، نظاراته، محابسه، سويت له الجرار الأول إله. الجرار الثاني أني حبشكلاتي غراضي خلتهم بهذا، تعرفون أنا شاركتكم جبت هاي القطاعة وياكم المنظمة. فالجرار الثالث هنا أني ساعاتي، هنا عندي بعد كومة ساعات بس ما كفى الجرار أخليه بيهم، والبكرات وهاي السوالف هماتين. هنا الجرار اللي وراه مخليه بس الشسوارات. هنا هذا الميز مخليه بيه هذا اللوكر مال المكياج مالتي، جرارات عطورات يعني مجدد. هنا المصلايات مال الخطان مصفطتهم. بعدها شوف الخبز مالتي شلون يجنن، معدله مو بيدي. بعدها تغدينا غدانا سمس، سهمنا وسهمكم ألف عافية، تمنيتكم وياي حبايب قلبي. شوفوا لي السمكة تجنن وخبز حار يخبل. بعد ما خلصنا الغداء هنا بلشت طببت الفراش، أنا مو غسلته بذاك الفيديو وياكم، الحمد لله نشف، فدخلت الفراش رجعت فرشت البيت كله. فمن رجعت فرشت البيت تعرفون لازم
نكنسه. فهنا أنا اجيت اكنسه بالمكنسة الكهربائية. فانتم خليكم ويا هذا الشي، واني راح اسولف بفد شغلة. اكو بنية بذاك الفيديو كاتبت لي تعليق. صدقوني بنات اني ما تهمني التعليقات السلبية، بس انما الموضوع شوية شخصي. حبايب قلبي، انتم اهل واخوات اليا اوكي، بس اكو خطوط حمراء ما مسموح لأي شخص يتجاوزها. تسألني انتي ليش ما عندك اطفال، وشنو السبب، ومنين السبب؟ اعتقد هذا الشي شخصي. هاي وحدة. شغلة الثانية، رجعت شافتني ما جاوبتها، رجعت كتبت تعليق كانت تقول لي انتي لو بيج خير ما ظل بس تنظفين 24 ساعة، سوي طفل. يعني شلون اسوي طفل؟ مثلا اقترحوا علي شلون اسوي. هذا الموضوع بيد رب العالمين. قاطع الموضوع. بعدها ما كملت تنظيف البيت بالكامل، بلشت ابخر بالبيت. هاي احلى فقرة وهواي من البنات يحبونها. فانتم خليكم مية التبخير وارجع للسالفة. يعني شلون مثلا لو بيا خير اعوف التنظيف واروح اسوي طفل؟ ترى عيب هذا الكلام وما له داعي. وهذا الشي بإيد رب العالمين. شو وقت ما يرزقني، ما يريد يرزقني، هذا الشي بإيد رب العالمين. بنات، غايتي من القناة فتحتها اتونس واغير جو وياكم، لان اني مرة وحدانية هنا. مثل ما تعرفون انا اهلي بالكوت وانا متزوجة ببغداد، فاني مرة وحدانية هنا. غايتي فتحت وياكم القناة اتونس واغير جو، مو تتدخلون باشياء ما تعنيكم. يعني انا اذا صار عندي طفل واذا صار عندي طفلين، شنو مثلا انتو شنو اللي راح تستفادون؟ ما تستفادون شي. فخلونا نرتقي بكلامنا بلا تجريح للمقابل. والله العظيم لو شوفون بيوم هذا التعليق اللي قريته فد انقهرت وضجت بشكل مو طبيعي. أنا جاي أشارككم حياتي، جاي أشارككم روتيناتي ببيتي، ما جاية أدخلكم بخصوص هذا الموضوع. أكو من تسألني ليش. وتعليق ثاني كاتبت لي ليش ما تطلعين أطفالك تخافين ينحسدون؟ شنو هالكلام بنات؟ أنا لو عندي طفل يعني شنو مثلا أضمه لي؟ شلون يعني أضمه؟ يعني ما أكو بالقناة مالتي أكو هواي من أقاربي وأكو هواي من أهلي، يعني هم ما يدرون مثلا أنا ما عندي أطفال؟ وعلى شنو أخاف عليه؟ هذا الشي بإيد رب العالمين. فخلونا نرتقي أخلاقنا، خلونا نرتقي أنفسنا حبايب قلبي. بالهالكلام لا تجرحون المقابل وانتم ما تدرون. أنا بالنسبة إلي ما أسامح أي شخص يتجاوز علي وبخصوص هذا الموضوع أو بخصوص أي شي. ما أسامح أي شخص لا دنيا ولا آخرة، لأن أني ما مأذيتكم ولا مسويت لكم شي. ما عاجبك القناة اطلعي، الغي الاشتراك وطلعي، ما حد جابرك تباعين. كلامي للبعض مو للكل. ارجع وياكم للفيديو. بعد ما خلصت تنظيف البيت كله، مثل ما قلت لكم انا هذا الفراش فرشته مال البيت، فرجعت شلت الفراش اللي كنت فارشته. رجعت هنا أنا قلت لازم اغسله يعني قبل لا اضمه. شوفوا لي غروب الشمس بينت يعني، وانا بديت اغسل بهذا الفراش. غسلتهم غسله كل زين، خليتهم ينشفون، وثاني يوم الصبح يلا العفو بالليل خليتهم يقطعون يباس، يلا شريتهم. أنا هذا ما فرشتهن يعني هواي، هن تقريبا يومين بس المدة اللي يعني يبس الفراش مال البيت فرشتهم. بس قلت لازم أغسلهم يلا أضمنهم. فمثل ما تشوفون حبايب قلبي، بعد ما خلصت البيت تنظيفه بالكامل وبخرته، آخر شي غسلت الحوش وصعدت هنا أغسل بهذا الفراش. بيوم هذا كلش تعبت، بالرغم ما أنا مريضة وتعبت، بس أنا حابة هذا الشي. بعدها هنا بالليل زوجي خطية جابالنا هاي الأشياء، يعني إحنا نحتاجها بالبيت، حلويات وهذه على مود التعلولة بالليل. فمثل ما تعرفون هاي الأشياء إحنا ما راح ناكلها بنفس اليوم، لا مرات تبقى أسبوع، مرات 10 أيام، مو سوا. فمثل ما تشوفون أنا حبيت أشوفكم الأشياء اللي أحبها. هو يجيب بس الأشياء اللي أحبها، فحبيت أشوفكم الأشياء اللي أحبها، لا أكثر ولا أقل حبايب قلبي.
وصلت وياكم من نهاية الفيديو. أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة. فمثل ما تشوفون هاي الأشياء صورت لكم إياها. بعد هاي ثاني يوم، اليوم الصبح شريت هاي الملابس كلها على السطح مثل ما تشوفون، وشريت الفراش اللي بالليل غسلته كله خليته على هاي الشمس. فهنا وصلت وياكم من نهاية الفيديو. أحبكم كلش هواي بنات. باي.